النهارده عملنا مكرونه بالبشاميل الحلوه ديت، وعملنا كمان البانيه بتتبيله تحفه جدا جدا. حاجه بقى سهله وبسيطه كده وغدا خفيف. عملنا النهارده اصابع الجلاش بحشوه اللحمه المفرومه، وهي حاجه حلوه وسهله ومن المقبلات الحلوه جدا في رمضان. عملنا منها الحلو وعملنا منها الحادق، فحاجه سهله وبسيطه وتحفه جدا جدا. البانيه بتتبيله في منتهى الجمال. عملنا غدا بقى سهل وبسيط وحلو جدا، بما ان النهارده الجمعه. كل سنه وانتم طيبين، والافكار دي حلوه جدا لرمضان، واي حاجه من دي تقدروا تعملوها في رمضان وهتعجبكم جدا جدا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم صينيه مكرونه بالبشاميل جوسي وحلوه جدا زي ما انتم شايفين كده، سهله وبسيطه وكمان كده طعمها تحفه جدا جدا. وهنعمل النهارده البانيه بتتبيله كده بسيطه وطعمه لذيذ جدا جدا. كمان هنعمل كده نوع من المقبلات حلو جدا، وكمان بيبقى في العزومات وفي رمضان بيكون سهل وسريع وحلو جدا جدا. قبل ما نبتدي في الفيديو ونشوف عملنا ايه مع بعض، انا اختكم منار، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره بتشوفوني. ما تنسوش تصلوا على الرسول. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه عندي هنا بوله هنزل فيها. جبت بصلايه كده غسلتها وقشرتها وبشرتها بالمبشره، وبعد كده ركنتها كده مع شويه ملح على جنب. بعد كده هاخد البصلة ديت على ايدي كده، وابدأ اخد منها مية البصل واسيب تفل البصل. بعد كده نزلت بمعلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من المستردة متوفرة هنضيفها، مش متوفرة هنستغنى عنها ولا اكن قلتها. بعد كده هضيف معلقتين كبار من الزبادي. لو مش متوفر زبادي هنضيف نص كوباية من اللبن الرايب عليه معلقة صغيرة من الخل. عندي هنا توابل ملح وفلفل اسود وكزبرة وبابريكا ومرقة فورية وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. من كل حاجة نص معلقة صغيرة، وهكتب لكم كل المكونات كل المقادير في صندوق الوصف. بعد كده خلطتهم كويس جدا جدا مع بعض كده بالمضرب، وده كده شكل خليط البانيه او تتبيلة البانيه. تتبيلة بسيطة جدا وطعمها حلو جدا جدا. بعد كده عندي هنا حوالي اقل من نص كيلو من البانيه متقطع طرنشات رفنوعة كده او سميكة لحد ما شوية. غسلته كويس جدا، وبعد كده عصرت عليه ليمونة وسبتها في مصفى لحد ما يتصفى تماما، اهم حاجة عشان ما يزفرش معايا. بعد كده خدت البانيه ونزلت بيه في التتبيلة، ويدوب بس ان انا اقلبه كويس جدا في التتبيلة كويس جدا كده لحد ما يتغلف بالتتبيلة. وده كده شكله في التتبيلة، بيكون كده بتغلف كده والتتبيلة كده عليه. بعد كده ادخله التلاجة لمدة نص ساعة كده. ويفضل لو احنا هنتبله من قبلها بيوم نقلل كمية الملح، عشان كمية الملح ما تزدادش معايا اثناء فترة اللي احنا مريحين فيها البانيه. بعد كده جبت الكبة نزلت فيها بصلتين كده وسط، وبعد كده فرمتهم كده لحد ما خشن شوية. بعد كده هرفع صينية على النار، هنزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة، وبعد كده هنزل بالبصل اللي انا اوريدي فرمته كويس جدا في الكبة، او ان انا مقطعاه قطع صغيرة. وعلى البصلة هنزل بربع كيلو من اللحمة المفرومة، ويدوب ان انا اقلب البصلة مع اللحمة كويس جدا لحد ما لون اللحمة تتحول من اللون الاحمر للون البني زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما غيرت اللون وبقت باللون الحلو ده كده، هنزل بتتبيلة بهارات بسيطة جدا تتشوح كده مع اللحمة وتدي طعم وريحة حلوة. نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وقرفة وسبع بهارات لو متوفر هنضيفها. وبعد كده ورقتين من اللورة، وهبدأ ان انا اشوحهم كويس جدا مع بعض، هتدي بقى ريحة حلوة جدا جدا. بعد كده هننزل بمعلقتين من الصلصة، ويدوب ان انا اشوح الصلصة مع اللحمة والبصل. الصلصة بتدي طعم ولون حلو جدا للمكرونة. وبعد كده نزلت بالملح، وهقلبها كويس جدا لحد ما الطماطم تتسبك مع اللحمة والبصل، وتبقى معايا كده كلها خليط متجانس كده وحلو بالشكل ده كده. كده عملنا العصاج بطريقة بسيطة جدا وحلو جدا. بعد كده عندي حلة بتغلي نزلت فيها بملح، وهنزل بنص كيلو من المكرونة القلم، وهديها تقليبة كده لحد ما تستوي معايا 3/4 سلقة. بعد كده رفعت حلة على النار فيها معلقتين من السمنة ومعلقة من الزبدة
ومعلقة من الزيت. ميكس المادة الدهنية ده حلو جدا، ولو مش متوفر زبدة هنستعمل سمنة عادي مع الزيت. بعد كده هنزل بثلاث معالق كبار من هرميين كده او ممسوحين من الدقيق، وهشوح الدقيق مع المادة الدهنية كويس جدا بحيث ان انا اخرج الرطوبة اللي في الدقيق، وكمان اغير طعم الدقيق اللي هو الطعم الني ده ان هو يستوي وما يدينيش طعم الدقيق اللي هو لسه ني. التشويح الحلو لحد ما لون السمنة مع الدقيق كده يفتح معايا ويكون فاتح كده، هنزل عندي هنا بكيلو الا ربع من اللبن، ويدوب تقليب مستمر لحد ما القوام يبدأ معايا يتقل. بعد كده هننزل عادي ممكن ننزل في الوقت ده بكوباية من المرقة لو متوافر عندنا، بحيث ان هو يكون اقتصادي شوية فهيكون معانا حلو. بعد كده نزلت بملح وفلفل اسود ومعلقة كبيرة من المرقة الفورية ورشة صغيرة من السبع بهارات. قلبته كويس جدا بحيث ان هو يعمل البابلز الحلوة دي. بعد كده طفيت عليها النار، وده كده قوام البشاميل المظبوط، بيكون ولا خفيف ولا تقيل. ده كده الخليط معايا مظبوط بالشكل ده. بعد كده هناخد مغرفة كده واوزعها في الصينية عندي، وبعد كده هاخد مغرفتين على المكرونة اللي انا اوريدي سلقاها 3/4 سلقة، واقلبها كويس جدا جدا مع بعضها كده بحيث ان هي تكون كلها جوسي كده من فوق ومن تحت ومن جوه، فتكون كده ايه جوسي كلها وتكون معايا حلو. بعد كده نزلت بنص كمية المكرونة وهبتدي اوزعها في الصينية بالشكل الحلو ده كده. وعندي اللحمة هبدأ انزل باللحمة كده واوزعها على طبقة المكرونة كويس جدا. حاجة بقى سهلة وسريعة وبسيطة، وكمان الأكلة دي تنفع في عزومات رمضان أو في فطار رمضان. فبتكون بقى سفرة كده سهلة وبسيطة وخفيفة كده وطعمها حلو جدا. بعد كده وزعت النص التاني من المكرونة، وبعد كده هنزل بالبشاميل اللي معايا لحد ما نغطي طبقة حلوة كده بالبشاميل. بصوا بقى قد ايه البشاميل سلس كده وكريمي، طعمه تحفة جدا. هبتدي اوزع البشاميل كده على المكرونة، وبعد كده هركن الصينية ديت على جنب شوية. بعد كده عشان نعمل الكفر بتاع البانيه بطريقة بسيطة واقتصادية برضو وعلى حسب اللي في البيت. اول حاجة عندي هنا طبق نزلت فيه بكوباية من الكورن فليكس المطحون وكوباية من البقسماط الناعم. هنزل على البقسماط وعلى الكورن فليكس بمعلقة صغيرة من النشا، بتدي قرمشة حلوة جدا للبانيه. وعندي هنا تتبيلة بهارات بسيطة جدا، فلفل اسود وتوم بودرة وبصل بودر ومرقة فورية وبابريكا. هبتدي اخلطهم كويس جدا مع بعض، وهنزل بنص معلقة صغيرة من البهارات على الكورن فليكس وعلى البقسماط. وبعد كده نزلت على البقسماط بمعلقتين كبار من الدقيق. وده كده الكفر البقسماط. اكتب لكم كل المكونات وكل المقادير في صندوق الوصف. وخلطتهم كويس جدا مع بعض، وده كده خليط البقسماط اللي عبارة عن بقسماط ونشا ودقيق وشوية بهارات بسيطة. وعندي هنا الكورن فليكس نزلت عليه بمعلقة من النشا وحبة بهارات صغيرين. بعد كده هناخد البانيه، وبعد كده هنبدأ نغلفه كده بالبقسماط. وانا بقلبه في البقسماط ابدأ اضغط عليه عشان يتماسك معايا طبقة الكفر وان هي ما تفكش معايا في الزيت. نقلبها كده في البقسماط كويس ونضغط عليه ضغطة كده لحد ما البقسماط يتماسك معايا. تتبيلة البانيه دي تتبيلة بسيطة جدا، طعمها حلو. كمان انا ضايفة فيه شوية شطة صغيرين بحيث ان هو يكون سبايسي الى حد ما شوية. والتتبيلة اصلا لوحدها كده طعمها تحفة جدا جدا. بعد كده هناخده برضو في الكورن فليكس. الكورن فليكس بيدي لون حلو جدا برضو للبانيه، وكمان بيدي قرمشة زيادة عن البقسماط، يعني الكفر بتاعه بيكون مقرمش جدا عن البقسماط. فانا حبيت اعمل ميكس من الكورن فليكس والبقسماط. بعد كده هكمل كل كمية البانيه معايا لحد ما اتبله كويس جدا واعمل الكفر بتاعه.
في الوقت ده لو حابين نشيله في الفريزر او نحتفظ بيه يعني، ناخد بعد ما غلفناه كويس جدا نبدأ نوزعه في اطباق فويل، وبعد كده ما بين كل طبقة والتانية كيس بلاستيك، ونشيله في الفريزر في اي وقت حابين نطلعه هيكون معانا حلو جدا. بعد كده عندي هنا صينية المكرونة، قبل ما ادخلها الفرن نزلت عليها كده بميكس من الجبن اختياري لو متوافر. وبعد ما دخلنا المكرونة الفرن كده، بحيث على ما تستوي يكون حمرنا البانيه بتاعنا زيت سخن على درجة حرارة متوسطة، بحيث ان هو معايا يستوي كده ويفضل محتفظ بالكفر بتاعه. يعني بسخن الزيت كويس وبنزل بيه البانيه، يدوب ياخد الشوك او ياخد الصدمة، ببدأ اهدي النار علشان الكفر بتاعي ما يفكش، وكمان يكمل تسوية البانيه. وبعد ما ياخد اللون من الجهة بقلبه على الجهة التانية، وبصوا بقى شكله وقرمشته وطعمه خطير جدا جدا. بصوا بقى شكله تحفة جدا جدا. بعد كده نفضل بقى نكمل كل كمية البانيه بنفس الطريقة لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو ده. بصوا الشكل تحفة جدا جدا. بعد كده هنكمل بقى كل كمية البانيه. غدا بقى سهل وسريع من غير مكونات كتير. وبصوا بقى قد ايه صينية المكرونة كده جوسي وكريمية جدا جدا. بصوا الشكل. وعندي هنا البانيه الكريسبي، بصوا بيكون مقرمش كده، والفراخ كده مستوية كده ومحتفظ بالكفر بتاعه خطير. وعندي هنا اصابع الجلاش عاملاه كده باللحمه المفرومه ميكس الجبن. ومش بس كده، عملنا كمان الحلو بحشوه الكنافه والكاستر، ده حاجه كده تحفه. هنزلها لكم ان شاء الله. ده كده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك، كومنت حلو، وسبسكرايب لو اول مره بتشوفوني. اشوفكم على خير، مع السلامه.